أهلا بكم. اليوم رح ندخل في قصة غريبة شوي ومقلقة، جاية من اسكتلندا، بالتحديد من مقبرة اسمها جراي فرايرز كيركيارد في إدنبرا. المصادر اللي عندنا تحكي عن أحداث ليلة معينة في عام 1999 كان فيه محاولة لطرد أرواح شريرة، أو هذا ما يزعم. نعم، القصة بتدور حول شخصية تاريخية، جورج ماكنزي. يعني شخصية مثيرة للجدل، ومجموعة ظواهر غريبة جدا انحكى عنها في المقبرة، خصوصا بعد حادثة معينة صارت بسنة 1998. فمهمتنا اليوم هي إن نستعرض تفاصيل هالروايات ونفهم شو اللي بيحكوا إنه صار بالضبط. ممتاز، خلينا نبدأ من هناك، من ليلة نوفمبر 1999. المصادر بتحكي عن القس كولين جراند، رجل عمره بالستينات، ويوصف أيضاً بأنه عالم روحاني. دخل مقبرة جراي فرايرز بالليل. المكان بحد ذاته يعني له جو الخاص. صحيح، مقبرة قديمة جدا، شواهد قبور عمرها مئات السنين، ترجع للقرن السابع عشر، كنيسة قوطية الشكل، وفي إحساس دائم إن الأرض تحتك فيها يمكن سراديب أو مقابر جماعية لضحايا قدامى. وجرانت ما كان هناك للسياحة، صح؟ لا طبعاً، بلدية المدينة هي اللي استدعته. كان في تقارير كثيرة ومتزايدة عن حوادث غريبة بتصير للزوار، وكل الأصابع خلينا نقول كانت تشير لجهة الضريح الأسود، قبر جورج ماكنزي. جورج ماكنزي، الدموي ماكنزي. التاريخ هنا بيلعب دور كبير. شخصية من القرن السابع عشر، كان معروف بقمعه الشديد لمعارضين اسمهم الكوفنانترز. بالضبط، المصادر بتحكي إنه حبس المئات منهم في حقل مفتوح ضمن منطقة المقبرة الحالية. ظروف سيئة جداً، والكثير منهم ماتوا هناك بسبب الجوع والمرض والتعذيب، وهذا الحقل صار بعدين جزء من المقبرة. والمفارقة الصادمة واللي المصادر بتركز عليها إنه هو نفسه ماكنزي اندفن بضريح فخم ومزخرف قريب جدا من المكان اللي ضحاياه اندفنوا فيه بشكل جماعي وبدون أي ذكرى. فعلاً، هذا التناقض بحد ذاته بيعطي المكان ثقل رمزي كبير، حتى قبل ما تبدأ قصص الأشباح والأرواح. طيب، المصادر بتقول إنه المقبرة كانت نوعا ما هادية لقرون. شو اللي تغير فجأة؟ نقطة التحول كانت سنة 1998، صحيح؟ تماماً، الرواية المنتشرة هي إن فيه رجل مشرد كان يبحث عن مكان ينام فيه، فاقتحم ضريح ماكنزي، لكن الأرضية على ما يبدو كانت ضعيفة أو فيها فتحة، فسقط مباشرة في القبر الجماعي الموجود تحت الضريح. يا إلهي! وهذه الحادثة هي الشرارة؟ هذا هو الاعتقاد السائد. من بعدها بدأت التقارير عن الحوادث الغريبة تتكاثر بشكل كبير ومخيف. وشو طبيعة هذه الحوادث؟ يعني مجرد شعور بالخوف أو عدم الارتياح؟ لا، كانت أعنف من هيك بكثير. الزوار بدأوا يحكوا عن أم، اعتداءات جسدية حقيقية، ناس بتحكي إنها اندفعت بقوة أو انخدشت أو حتى حست بإيدين بتخلقها أو بحروق مفاجرة، وكل هذا بصير قرب ضريح ماكنزي. إيش؟ خدوش وحروق؟ نعم، وانتشرت فكرة إن روح ماكنزي الدموي كأنها صحت أو تحررت بسبب تدنيس قبره. في حتى قصة موثقة عن بنت لقوها فاقدة الوعي قرب الضريح وعليها علامات تشبه آثار الخنق. معقول؟ هذا بيفسر ليش جابوا خبير طرد أرواح. كيف كانت مهمة القس جراند طيب؟ هل نجحت؟ المصادر بتقول إنه جرانت واجه صعوبة من أول لحظة، حس بطاقة سلبية قوية جدا حول ضريح ماكنزي نفسه، لدرجة إنه ما قدر يقرب منه مباشرة عشان يعمل الطقوس اللي كان مخطط لها. طيب شو عمل؟ هل استسلم؟ لا، غير الخطة، قرر يروح على منطقة سجن الكوفينانترز القديم، المكان اللي اندفنوا فيه الضحايا. حاول يعمل طقوس هناك يمكن لتحرير أرواحهم، على أمل إنه هالشي يهدي المكان ككل. وكيف كانت الطقوس؟ بدأ يدور في المنطقة، يرش مياه مقدسة ويرتل صلوات وترانيم دينية. هو ادعى بعدين إنه حس بتحرر حوالي 200 روح قبل ما يحس بالتعب الشديد ويوقف. بس الموضوع ما انتهى هون، صح؟ حسب ما فهمت. صحيح، وهو بيستعد للمغادرة مع المصورة اللي كانت معاه سوزان بار، وقرب الكنيسة فجأة حس بطاقة بترجع له،
قام وولع 12 شمعة حول صليب خشبي ووقف بالنص وبدأ يرتل بصوت عالي، بس هالمرة كان موجه صوته باتجاه ضريح ماكنزي. يعني واجهوا أخيراً ولو من بعيد. بالضبط. وهون المصورة سوزان لاحظت شيء غريب جداً. شو هو؟ لهب الشموع ال12 بدأ يهتز بعنف شديد، كأن في عاصفة بتضرب المكان، مع إنه الجو كان هادي تماماً وما فيه أي نسمة هواء. وكل ما جرانت يعلي صوته بالتراتيل، كل ما لهب الشموع يهتز أقوى وأقوى. لحظة مرعبة أكيد. وبعدين شو صار؟ في هذه اللحظة بالذات المصورة سوزان بار أخذت صورة لجرانت وهو بيرتل، وبنفس لحظة وميض الفلاش جرانت انهار فجأة ووقع على الأرض. انهار؟ نعم، وهو بيتمتم بكلمات مخيفة جدا، كان يقول سيقتلني سيقتلني سيقتلني. يا ساتر. طيب والصورة هل طلع فيها شيء؟ وهنا القصة بتصير أغرب وأغرب. لما المصورة فحصت الكاميرا بعدين وشافت الصورة اللي أخذتها للتو، اكتشفت شيء. في نافذة الكنيسة الخلفية اللي كانت مقفولة ومفروض تكون فاضية تماماً، ظهر شكل غامض يشبه هيئة إنسان، وكأنه واقف وبيطلع مباشرة على جرانت وهو بيعمل الطقوس. شكل إنسان في النافذة؟ معقول؟ هذا ما تقوله المصادر، وتؤكد أن الصورة هذه لليوم ما حدا قدر يفسرها أو يثبت إنها مزيفة. طيب والقصة جرانت نفسه شو صار فيه بعد الانهيار؟ كون الجزء المأساوي في القصة، كولين جرانت للأسف توفي بعد فترة قصيرة من هالحادثة. وفاته كانت مفاجأة، والأطباء ما لقوا لها تفسير طبي واضح. وطبعاً كتير ناس ربطوا وفاته بكلامه الأخير وتحذيره إنه شيء ما رح يقتله. لا حول ولا قوة إلا بالله. قصة مؤثرة فعلا. ولليوم التقارير عن الحوادث في المقبرة مستمرة؟ نعم للأسف، الزوار لسه بيبلغوا عن تجارب جسدية مزعجة قرب الضريح بالذات، زي الخدوش والكدمات والشعور بالاختناق. هالشي رسخ سمعة المقبرة كواحدة من أكثر الأماكن المسكونة، وسمعة روح ماكنزي ككيان خطير وعدواني. قصة تجمع بين تاريخ عنيف وتدخل روحاني له نهاية مأساوية وظواهر غريبة وصورة غامضة. بالضبط، توليفة عجيبة فعلاً. وفي النهاية يمكن السؤال اللي بتتركه هذه المصادر هو: إذا كان تصاعد الظواهر مرتبط فعلاً بحادثة اقتحام الضريح عام 1998 بعد مئات السنين من الهدوء النسبي، هل هذا فعلاً دليل على صحوة كيان قديم وغاضب؟ ولا ممكن يكون الأمر أقرب لتجسيد للخوف والاعتقاد الجماعي اللي تركز على هالمكان وهالشخصية بعد حدث معين كان بمثابة، خلينا نقول، إطلاق شرارة الأساطير القديمة؟ نقطة تستحق نفكر فيها.